مع الشهداء الذين أريقت دماءهم للحفاظ على كرامة أرضنا وشعبنا ضد الإرهاب الدولي وضد الإرهاب العالمي الذي نال من كل بقعة من بقاع سوريا. رحمة شهدائنا جميعا، ونتمنى أيضا وبقلب مجهول إخلاء سجناء السياسيين بكل بقعة من بقاع سوريا. وإخواني الأعزائي، أنا الدكتور سليمان هواري من المعارضين السياسيين منذ 40 سنة. جئنا إلى روجافا، جئنا إلى شمال شرق سوريا، جئنا إلى رقة، جئنا إلى كوباني لكي نرى المنجزات الحقيقية على المستوى المدني والسياسي للإدارة الذاتية وقسم ومسد الذين يقومون بدور الحقيقة وقفنا عليه بكل دقة، يقومون بدور بناء حضارة حقيقية وجديدة، بناء المستقبل لسوريا. وأنا من هذا الموقع زرت كل المناطق وكل مواقع الإدارة الذاتية، من رد جامعة روجافا إلى مستشفى جراحة القلب، إلى مستشفى جراحة العيون، إلى الهلال الأحمر، إلى تقريبا كل مؤسسات الإدارة الذاتية. أنا أقول وبالمليان من خلال تجربة الكل يرحب بمنطقة روجافا وشمال شرق سوريا، يرحب بكل سوري وطني حقيقي ليأتي إلى هذه المنطقة ليقوم بعمل يشارك في بناء هذه التجربة الوطنية السورية. هذه التجربة يؤكد عليها الوطنية السورية، لأن هذه التجربة حقيقة سورية بكل معنى الكلمة، ليست وطنية ولا تركمانية ولا آشورية ولا سريانية ولا عربية، وإنما تجربة سورية بكل معنى الكلمة. وأرى في القيادة المشتركة التي رأيتها في الإدارة الذاتية عمل لم نراه في العالم، الإدارة المشتركة، مرأة ورجل في كل منصب مدير عام ورئيس مؤسسة، مرأة ورجل في قيادة مشتركة، قرار جماعي، ما في حدا يجي يقرر أحد. عملية الإدارة الذاتية سوف نتكلم كثيرا إن شاء الله على هذه المسألة، ولكن أنا بدي أقول إنه هي الطريق الوحيد لعودة سوريا إلى الوجه الحضاري والإنساني والاجتماعي والسياسي، والمحافظة على وحدة سوريا، لأن عملية المتهم فيها أنه روجافا والإدارة الذاتية وقصد ومسد وتهديد الانفصال. أنا هنا عربي من الغوطة الشرقية، من دوما والميدان. أنا لم أرحب في أي نفس انفصالي هذه التجربة، وأنا رجل بعيد عن سوريا من 40 سنة، وأعمل سياسي من أجل وطن حر ديمقراطي عدالة اجتماعية. أنا لا أؤمن بالسلاح ولا أؤمن بالسياسة والحل السياسي لسوريا، الحل السياسي المشرف والوجه الحقيقي للشعب السوري بشكل كامل. من ناحية الإدارة الذاتية الحقيقة إخواني الأعزائي يا أبناء شعبنا الوطن، أينما كنت، في عفرين، في كوبان، في كل بقعة من بقعة، في دوما، في خربة غزالة، في درعا، في حمص، في حماه، في حلب، في إدلب الصامدة، في دير الزور، أبناء العشائر وأبناء العشائر العربية والكردية والآشوريين والسريان والتركمان، أبناء سوريا الواحدة. هذه التجربة لكم جميعا، وهذه التجربة تمد يدها لكم جميعا من أجل إبقاء وحدة سوريا، من أجل إنهاء أي عمل أو أي قيادة ديكتاتورية قادمة، من أجل إبداع في المنطقة. أهل مكة أدرى بشعبها، فعندما تحكمون بإدارة ذاتية، هذه الإدارة تستطيعون أن تبني البلد. وأنا شفت الرقم، ما في بيت بالرقة ما في ضربة رصاص وآثار قتال. والآن الرقة تختلف عن 2018 كما قالوا لي، يعني ما شاء الله شوارع نظيفة، في أمور بدها كثير شغل، كثير شغل، ولكن الفرق شاسع بين 2018 أو 2015 و2021. فأخواني أعزائي، سوريا محتاجة لكم جميعا بقرار سياسي واحد وبتجمع سياسي واحد، وكلنا جميعا يجب أن نمد يدنا إلى هذه التجربة الحقيقية اللي هي نواة حقيقية لبناء سوريا لا مركزية. سوريا لا مركزية، لا حدا يفكر بعملية الانفصال، ما في حدا عم يحكي بالانفصال الطاقة. وهي تجربة ما حدا، أنا بقول له التجربة الكردية بالدكتور نزعل منها،
هي تجربة سورية بامتياز. وأنا شفت العربي والكردي والتركماني والآشوري والسرياني موجودين مشاركين مشاركة حقيقية، وما حدا ما في شيء اسمه نفس دكتاتوري، فيه تنظيم مستمر في عمل من أجل قيادة مشتركة، وبنفس الوقت قيادة مشتركة، وبنفس الوقت قرار جماعي، يعني ليس انفرادي. هذا من ناحية الإدارة الذاتية. من ناحية قوات قصد الديمقراطية، وقلتها أنا أكثر من مرة، أن بناء القوة هي الحفاظ على السلم الأهلي والحل السياسي المشرع في سوريا وليس القتال. وحكيت مع قيادات المنطقة من عسكريين وسياسيين، واستيقظت انه صفر مشاكل مع كل دول الجوار ومع كل العالم. هذه القوة العسكرية ليس توجيه البندقية لصدر أي سوري أينما كان وشو كان التجار السياسي ولأي تجار من الجيران على الإطلاق بما فيها تركيا. حل سياسي وصفر مشاكل مع الجميع من أجل بناء بلدنا سوريا. نحن نريد أن نبني البلد، وبناء البلد البلد سياسيا، ولكن هذه القوات الموجودة في الوضع السياسي ليست عصافير للصيد، وإنما ليست عصافير للصيد، من يرميها بحجر يرموه بحجرين، ولكن هم لن يبالغوا في عملية القتال والحرب ضد أي طرف آخر. وأنا أشكر طبعا قيادة القصر جميعا والدروسي. أين الاتصال بالموضوع الأساسية للحواجز، لأنه إذا صار لا سمح الله يبعد الشر إن شاء الله، إذا صار عمل تخريب للمحل، إذا كان حواجز تفعل لا حتى تمسك المجرم، وهي شيء طبيعي. إحنا ما زلنا في حرب.